سلام سلام حبيباتي، واش راكم؟ راكم بالله ان شاء الله كامل تكونوا ملاح كيما راكم تشوفوا غالياتي. اليوم جبت لكم ملخ خفاف البنات ولا نقولوا له السفنج البنات. شوفوا لي هذاك السفنج البنات كيفاش خرج من البنات، خرج ناجح 100% ان شاء الله. اللي ما تعرفش دير الخفاف تنجح في الوصفه من اول تجربه البنات. اليوم جبت لكم جميع المراحل باش تنجحوا في الوصفه. سمعوا لي القرمشه وغادي نكملوا لا فيديو. سمحتوا لي ديك القرمشه البنات. نبداو بسم الله في المقادير. هنا البنات عندي زوج كيسان سميد يكون رطب، نستعمل سميد ماما رطب. نديرو معاه زوج كيسان ماء دافئ، زوج كيسان ماء دافئ مع زوج كيسان سميد رطب. هذه المره درت لكم الخفاف بالسميد البنات. ملعقه سكر، ملعقه خميره فوريه. تخلطوا هكذا بالفوي بيان كما راكم تشوفوا هكذا. ومن بعد نبدا ندير في السميد. درت الكاس الاول ومن بعد نزيد الكاس لا دوزيام وتخلطوا البنات. غير بالفوي هذا ما كان البنات، غير بالفوي نخلطوا هذا ما كان كما راكم تشوفوا. البنات تبعوا كامل المراحل وتنجحوا في الوصفه من اول مره. برك لازم تشوفي لا فيديو من الاول للاخير باش تنجحي في الوصفه، ماشي تشوفي غير في الاول ومن بعد باسكو كامل لا فيديو كامل اسرار. كيما راكم تشوفوا البنات خلط هكذا بيان بالفوي ومن بعد نغطيه نخليه يخمر البنات. ça dépend. كيما دوكا في الشتاء واحد ربع ساعه 15 دقيقه يكون خمر. ça dépend على حسب الكوزينه ديالكم اسكو سخونه ولا لا. كسرت له هكذا الخمور وراني ندير في الفرينه. الفرينه شحال نسحقوا زوج كيسان فرينه. نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. توجور معودت لكم بلي نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. صندوق الوصف شنو؟ تضغطي على العنوان تلقاي صندوق الوصف. البنات ما تنساوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. هكذا البنات نديروا الكاس دوزيام تاع الفرينه. ماشي شرط تكملوا كامل الكاس الدوزيام، ça dépend اسكو الفرينه تشرب ولا لا. نتوما ديروا وشوفوا. تقولين لكم القوام تاع العجينه كيفاش لازم يكون. هاوليك شوفوا كيفاش لازم يكون وتخبطوا غير بالملعقه. ابيكم السفنج واش يحب الخبيط، لازم تخبطيه بيان هذا ما كان. وهنا درت ملعقه صغيره ملح، ملعقه خل. الخل واش يدير؟ الخل نستعملوه كمحسن. نصف كيس خميره كيميائيه يحسن لكم كامل العجائن. الخل يحسن العجينه، ولا عندك الخل الابيض من الاحسن. ومن بعد هكذا البنات تخبطي واحد 5 دقائق وانتي تخبطي. ومن بعد هنا عندي الماء، عندي واحد الملعقتين ماء. شوفوا الماء ديروا فيه يديكم الماء وتخبطوا واحد 10 دقائق وانتم تخبطوا باسكو عبالكم يديكم يلصقوا في العجين. نديروا يدينا هكذا في الماء ونخبطوا واحد 10 دقائق وانتم تخبطوا فيها. هذا مكان نخبطوها غير هذه المره بيدينا. تقدروا تخبطوا بالملعقه ومن بعد تغطوها وتخلوها تخمر. الخفيف واش يحب الخمور هذا ما كان، ويحب تكسريو له الخمور. راني كسرت له الخمور ومن بعد نخبطوا واحد 10 دقائق. تقدري تلحقي حتى 3 مرات وانتيا هذه المره لا دوزيام وزيدي تخليه يخمر لا تخوازيام فوا باش تبداي تحضري فيه. ولا ما عندكش الوقت خمريه غير 2 مرات. هذا مكان خبطته هنايا ثاني، عاود خبطته واحد 5 دقائق وانا نخبط فيه، عاود غطيته وخليته يخمر هكذا البنات. ومن بعد نغطيه ونخليه يخمر. هاوليك بعد ما خمر ليه هاوليك انا جاني 8 قطع وانتوما سا ديبون. لازم نشوفوا البنات هذيك الحضبه اللي درت فيها العجين دهنتها كامل بالزيت. هذه لازم تدهنوها بالزيت. بدلوا دوك الخبيزات ديالكم تاع الخفاف. والبنات ديروا يديكم في الزيت وديروا هادو الخبيزات. هنا والله ما على بالي بلا ما كنتش تشوفوا بيان، سمحوا لي البنات. ليسونسيال ان شاء الله تكونوا فهمتوا. ديروا هكذا يديكم في الزيت ومن بعد تحكمي هكذا العجينه. ديري هكذا بيديك تشكليها هكذا خبزه هكا مدوره.
وتحطيها في صينيه ولا ما على باليش واش عندك، تدهنيها بالزيت وتحطيها فوقها. هذا ما كان. راني حنزيد معكم حبه واحده اخرى. هاي ليك شوفوا، وهاي ليك الخبزه البنات، شوفوا لي كيفاش راهي. دوك نوريها لكم. كاين فيها فقاعات، ان شاء الله تكونوا شفتوهم. هذا ما كان. شوفوا لي الفقاعات باش تعرفوا العجينه باللي راهي خامره وراهي ناجحه. هامليك دوك الفقاعات نورمالمون دوكا راكم شفتوهم. قربت لكم لا كاميرا باش تشوفوا دوك الفقاعات. خليهم واحد 5 دقائق يريح هذا العجين ونبداو نقلو فيه. هنا جبت مقله وجبت كسرونه. المقله ما تكثروش فيها الزيت، واحد نصف كاس زيت هذا ما كان. ماشي الكسرونه، المقلاة ما تكثروش فيها الزيت، واحد النصف كاس. الكسرونه ديروا فيها زيت غزير. ومن بعد فتحت العجين هكذا، ثقبته في الوسط ودرت هذيك العجين في اولا نديروه في المقلاة هكذا، حتى نديرو هكذا في المقلاة حتى تنتفخ لكم البنات وتصفر من تحت باش نحوها ونديروها في الكسرونه هكذا. هكذا شوفوا كيف تنبلت وهكذا وصفارت من تحت باش نحطوها في الكسرونه اللي فيها زيت غزير. ومن بعد تحكموا هكذا بالملعقه في الوسط، تبداو كما راكم تشوفوا تغمروا فيها في الزيت بالملعقه، راكم تغمروا فيها في الزيت شغلكم. كيفاش شوفوا كيفاش راني ندير، راني نهبط فيها هكذا والزيت راهو هكا البنات هكذا. شوفوا كيفاش راني ندير. ومن بعد نبداو نفرغوا فوقها الزيت. مع الاول ديروا كيما وريت لكم، ومن بعد ديروا فوقها هكا الزيت. شوفوا لي هذوك الفقاعات اللي راهم من الفوق باش تعرفوا بلي خفاف ديالكم راهو ناجح. هكذا ديروا هكذا من الفوق بالملعقه. مع الاول تغمروها في الزيت ومن بعد ديروا بالملعقه حتى تحمر لكم من تحت. تقلبوها. انا قلبتها هكذا، تخلوها طيب من تحت ومن بعد تنحوها. عمليه سهله وان شاء الله تنجحوا فيها في اول تجربه. ومن بعد البنات كي تحمر لكم من الجهه الثانيه تنحيوها. هاي ليك شوفوا الحبه الخفاف كيفاش خرجت منبله، خرجت محمره، خرجت ما شاء الله. نزيد معكم حبه واحده اخرى البنات هكذا. دهنوا يديكم بالزيت، لازم تدهنوا يديكم بالزيت باسكو العجينه عباكم بزاف طريه. ومن بعد درت هكذا ثقب في الوسط ومن بعد ندير العجين نديرو في المقلاة كما راكم تشوفوا البنات. درتها في المقلاة هكذا. كي تبدا تتنفخ لكم تنحوها من المقلاة، تلقاوها باللي راهي بدا يدوغي من تحت، تنحوها وديروها في الكاسرونه تكون فيها زيت غزير. هذا ما كان. يكون على نار متوسطه. تبداو كيما تشوفوا تغطسوها في الزيت هكذا. تحكموا هكذا ملعقه وتبداو تغطسوا في ديك الحبه تاع الخفاف في الزيت هكا. غطسوها هكذا، كنت غطسوا فيها في الزيت حتى تولي دير فيها دون البابل. ومن بعد نبداو نرميو في الزيت فوقها. شوفوا البابل راهي دير فيهم. شوفوا كيفاش راني ندير، راني نغمر فيها في الزيت هكذا البنات. شوفوا كيفاش راني ندير، نغمر فيها. ومن بعد كي ديرني دوك البابل نبدا نرميه في الزيت فوق الحبه حتى تحمر لكم من تحت. تقلبوها. هذا مكان عمليه بزاف سهله. لحقتوا لهذه المرحله عجبكم لا فيديو حبيباتي ما تنساوش كومونتير شباب كيما نتوما ولايك للفيديو. اللي ما كاينش مشتركه في القناه نقول لك حبيبتي واش راكي تستناي اشتركي في القناه باش يلحقك غير جديد ان شاء الله. ان شاء الله في هذو الايام نحطوا الوصفات تاع رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ومن بعد نقلبها هكذا كي تحمر من الجهه الثانيه نحوها. هاي ليك شوفوا كيفاش خرجت. دوكا نزيد معكم حبه واحده اخرى. هاي ليك الخبزه ديالي. ولازم دائما يديكم تغطسوهم في الزيت باش تبداو. ومن بعد البنات ندير هكذا ونبدا ندير فيها ثقب ومن بعد نديرها في المقلاة هكذا حتى تتنفخ وتولينا دوغي من تحت. نحوها ونحطوها في الكاسرونه اللي يكون فيها زيت غزير. النار تكون متوسطه. ومن بعد نديرو نغمروها في الزيت كما راكم تشوفوا. تبداو تغمروا فيها هكذا.
ومن بعد كي دير لكم هذوك البلابل تبدا تنفخ لكم هكذا بيان، تبداو ترموا في الزيت فوقها. هكذا سرحت لكم لا فيديو باش ما يجيش لا فيديو طويل بزاف. بعد تبدا نرميه هكذا في الزيت من الفوق، ومن بعد كي تشوفوها حمرت لكم تقلبوها. وهذا مكان ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. استفسار عفوا، بحثوا لي في لي كومونتير وراني نجاوب على كامل اسئلتكم. هاوليك الخفيف، شوفوا كيفاش خرج ما شاء الله. في الوصفه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.